وها واحد السلام عليكم على اغلى واروع واحسن متبعات في العالم. الكبيدات ديالي لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ الامور كلها على خير وبخير. اليوم ان شاء الله الفيديو كيف ما كطلبوا مني كيف ما كيعجبكم يا اختي، روتين ديال النهار كامل مجبد من اللي يلاه فتحت عينيا حتى غادي نبغي ننعس. غنشارك معكم روتين كله حماس نشاط حيويه. النهار الاول في الدخول لدراسي كيفاش دوزتو انا وليداتي، وغنبارطاجي داكشي معكم زعما على الواقع كيف ما كيعجبكم. فكنتمنى من كل قلبي انكم تتبعوه معايا حتى الاخير، وما تبخلوش عليا اختي باللايك، وكذلك بالتعليقات الزوينه والبارطاج مع الاهل والاصحاب، وما تبخلوش على انفسكم فضل الصلاه على نبينا باش نديو الاجر العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ودعاء يا اختي من القلب باش يفرح قلوبكم كاملين، ويرزق كل وحده فيكم داكشي اللي كتمنى في خاطرها يا ربي. كما وعدتكم فيديو من الصباح حتى الليل على الطبيعه، غنبارطاجي معكم فيه النهير ديالي. كان هذا الفيديو هذا البنات فيه شله ما يدار، داكشي علاش اغلبيه ديال الفيديو غتلقاوه صوت وصوره بلا مونتاج. فكنتمنى لكم فرجه ممتعه حتى لاخر الفيديو باذن الله. ايوا يا اختي، مشاو الدري هكا للمدرسه، نوضوا نشوفوا شنو تابعنا. خاصني نجمع الدار، خاصني نقاد شحال من حاجه نوجد لهم الغداء، لانه غيجيو فيهم الجوع اكيد. خاصو دابا كلشي يرجع للوقت ديالو، يرجع للنظام ديالو. يعني ما بقاش داك التراخي تقينا حتى الوحده وما تغديتها للربعه، لا. دابا ولات كل حاجه في وقتها. المهم اول حاجه درتها الناس بعدا كاينه، تشعلت التلفازه هنا تشوفوا دايره صوره البقره، وليت كنحاول نطلقها يوميا. يا ربي تحفظنا وتنجينا من كل شر، وتحسن بيوتنا ووليداتنا اجمعين يا ربي امين. داك الساعه تنبدا هكا نجمع الفراش ديال الدراري. هنا كاين عسوالي، دعاء، وهبه راه داك الدري الكبير، وادم كنفرشوا له هنايا فوق الزربيه. اصلا الزربيه غليظه الصراحه، غزاله يا البنات، خاصهم غير يتكيسوا ليا عليها من التكرفيس. عندي تماكنه الحوايج البنات حتى هما راهم ناشفين، خصني نزول لهم باش نطويهم. المهم نقادوا هذا البيت نسكسفوا ليه يا اختي على الوضعيه. المهم على الاقل كوميم هكا باش كتكون الدنيا مفرشه، ماشي بحال داكشي واقف ومربج. هنا كيجي دغيا التخميله كتجي سهله، وانت فاش كتقادي كلشي فعلا البيت كيبان. الحاجه الوحيده البنات اللي مديرون جياني هي هاد الحوفه هادو، ما صبنتهمش هادو بوحدهم. شفتوا تما فين مشطه الدعاء شعرها بقات المشطه. هادو البنات ما صبنتهمش، وكان عليا خاصني ضروري نصبنهم، ولكن فيهم داك اللاباط وداك الصوفا لحد داك المره فاش صبنتهم بحال غير تعديت عليهم وما خرجوش ليا. فكنظن ان شاء الله غندير من بعد ان شاء الله، نخلي يزيدوا يتكرفسوا بالمزيان، وداك الساعات نصيفطهم هكا المصبانه يتصبنوا تما، غيكون احسن وغيخرجوا ليا. ومن بعد ان شاء الله باغا ندير لهم شي تلبيسه ديال الثوب، عوض ما نبقى نغلفهم البنات بلا زوره وكيعطوني منظر خايب. قلت ان شاء الله يا ربي غنشبر هاد لي زوره هاد الحفه وغنديهم عند الخياط، ونقول ديري ليهم واحد الغشه اللي كيتلبس فيهم بحال هكا. من بعد ملي توسخ نزول ونصبروا لي نرجعهم ويبقاو هما نقيين. المهم يا اختي هادشي اللي كاين دابا، غادي نجمعوا هاد البيت هذا، وداك الساعات نرجع لكم هانتوما معايا. بيني وبينكم البنات، الدار فاش كدير واحد التخميله عميقه على حقها وطريقه من داكشي رفيع، كتشكل واحد الفرق كبير في التنظيف وفي الترتيب ديالها، وكتحسي بها فعلا سهلت عليك. وحتى سبحان الله كيولي عندك الخاطر والكانه باش تشقاي فيها. العكس ملي كتكون الركانين موسخين وكلشي مرون، وكتحسي براسك غير خلاتها مولات غير كتهلس غير من الفوق للفوق، حتى داك الكانه سبحان الله ديال الشقه ما كتبقاش. المهم راكم شتا بنات حمله التنظيف العميق اللي درت انا وياكم، وقلب واش قلب يا اختي، اش غنقول لكم الراحه الشامله. فصافي هزيت داك الزربيه اللي حتى هي سهلت عليا الماموريه لانها صغيره البنات، ما كتكونش داخله تحت السدادر. كنزولها بسهوله، كنديها كنفضها كنحطها هكا جانبا وصافي. بالنسبه للشغل اللي عندي يوميا غتلاحظوا انني غنديروا معكم في هاد الايامات الجايه، وانني كندخل البانكو كنمسحوا لانه كتجمع ليا فيه الغبره البنات، كنمسح الجاج ديالو، كنمسح التلفازه، المرايه اللي عندي مور الباب لان كيشدوا فيها الدراري والطبيعه كتوسخ بزاف. صافي ديك الساعه ضربت شطيبه للبيت وجيت البنات البانكو قبل ما نمسحو زولت منه الحوايج كما كتشوفوا سيبتهم هنايا في البيت. حتى خصني يا اختي نطويهم ونرجع كل حاجه لبلايصها. اكيد السي ادم راه معاوني يا اختي شويه ديال التروبيل. الله يحفظه من الجهه، مسكين كيبقى هكا معايا في الدار بوحدو، كنحس به كيقنط، كنبقى غير انا غاده وهو تابعني كي البخيخيشه. المهم غنحاول ان شاء الله من بعد حتى هو باذن الله وندخلو حتى هو للروض، غير نرصي هكا خوتو وكما كنقولوا جاي وقته. صافي بنات بالنسبه للكفر الناموسيه علاش هزيتو، لان عندي شي زوره تما طويتهم ورديتهم، لانهم ما عنديش بلاصتهم البنات في الماريو. كنديرهم هكا في الكفر الناموسيه في داك الحافظات ولا داك البلاستيكات الصراحه اللي عاونوني حتى هما بزاف. البنات جيت هنايا لبيت النعاس باش نستف داك الكوافوز ديالي، انه شحال هادي يا اختي ما ضربت له تخميله. فرجع يا اختي الفوضى، كلشي مكركب، شي حوايج اللي ما خصهمش يكونوا تما ولاو يا اختي معمرين. بحال دابا هنايا فاش كنت سافرت كنبقاو عندي هادو تما في الدخوسات تما مجمعين، كيخصني داك الدخوسات نخويهم ونرجع كل حاجه لبلاصتها، نرجع الدواب بوحدو، وهادشي اللي غيمشي للحمام يرجع للحمام. المهم لقيت هادو ديال شني ولات هما معمرين عندي خاصهم بلاصتهم دار بوحده. شي تخربيق هنا لا علاقه حتى هو ما خصوش يكون. هادي اصلا مصديه ومهرسه، اصلا
كندون دادري تهرسوا تما خصهم يزولوا. المهم يا اختي شي تخربيق اللي لا علاقه شي حوايج اللي لا علاقه. كما قلت لكم اهم حاجه الخويلات خصها كنحيدهم عليا من الطريق باش نبدا نسيباري هكا كل حاجه براس داكشي ديال البحر كما شفتوا راه نزلت الماكينه ليكرو ديال الشمس. الدواء نرجعوا مع الدواء. المهم يا اختي خويت المجر دابا كامل مسحته باش عاد ديك الساعه نبدا نسيباري كلشي ونرد كل حاجه لبلايصها. الله على راحه صراحه فاش كتنقى الدنيا وتنظم راه عاد كتبان. اما ملي كيكون كلشي يا اختي الفوضى والروينه ما كيبقى عندك لا خاطر لا كان حتى باش تمشي تقيسي مثلا غير شي كريمه تهزيها تهني يديك ما كتبقاش عندك داك الكانه كتشوفي داك الروينه كتعكزي. مي فاش كيكون كلشي بلايصتو كلشي قريب كلشي حداك صراحه كتسهل الحياه. المهم انا كنقولها وكنعاودها ما كاين يا اختي ما احسن من النظام. دابا انا غنسيباري هادشي كل حاجه لبلايصتها نردها عاد داك الساعات نرجع لكم هانتوما معايا. باش ما غاديش نطول لكم هكا الفيديو نبارطاجي معكم داك التفاصيل الممله كنحاول ناخذ لكم هكا مقتطفات منها نتوما كتونسوني ومن انا كنونسكم وكنشجعكم. صافي البنات استفدت المجوره استفدت داك لي زيطاجير اللي عندي داك المكياج داك التخربيق كامل انا ما بقيت كنستعمل منه حتى شي حاجه سبحان الله العظيم. كنحاول ندير الجهد ديالي ولكن كنرجع نتكاسل. كنحاول ندير الجهد ديالي وكنرجع نتكاسل. اللي بحالي البنات خلى ليا في التعاليق كنبغي غير نواظب على الكريم ديال اليدين وعلى المرطب ديال الوجه والو يا اختي سبحان الله. وتقولي لي كندير شي حاجه في وجهي ولا ما فهمتش واش غير انا من دون العيالات واخا تجيبي لي احسن ما كاين في الماركات ديال الكريمات وديال المكياج تحطيهم ليا قدامي كنخرج هكاك خلاتها ماما ملطه صفراء حالتي حاله. وباش ندير البنات شي حاجه ما عرفتش كنحاول نجاهد مع راسي ولكن الله غالب. المهم خصني نحط داكشي نشوفو باش حتى جات شي مناسبه ولا شي حاجه نلقى حدايا ولكن باش ندير انا اش غنقول لكم نادرا. المهم يا اختي خويت داكشي البلاكار كامل مسحته حتى هو مزيان نقيته دزت هاد المجير كما كتشوفونا كنصور لكم الشكل ديالو كيفاش جا من بعد ما نظمته واستفتو يا اختي. يا سلام يا سلام مسحت داك الديكورات قديت كلشي. واحسن حاجه كما قلت لكم هي فاش كتحسوا براسكم نقيتوا البيت. انا بالنسبه للبيت النعاس ننصحكم البنات هو انه اللي عنده وليدات صغيورين بحالي احسن حل هو انك تسديه. راهي لا ما سديتيش راه بحال ما درتي والو. كان عندك شي عكار مشى كان عندك شي مكياج مشى. المهم يا اختي السدان انا لقيته هو الحل الانسب. ايوا يا اختي حنا غاديين. المهم بقى قد ما فات بالنسبه لي هنايا راه وجدت بنات السطل وجفه بحاشاكم الكطوش غادي نشوفوا في الدار باش نرجع عندنا المركيطات لبلايصهم. المهم خويت شويه ديال الجابيل وشويه ديال سانيكروا في الارض كما كتشوفوا على الجليش باش عاد ديك الساعه تنشف عاد ديك الساعه البنات نرد المركيطات لبلايصهم. كنبغي كنحط المركيطات على النقاش ادم راه مجبديات كيتفرج في بلاصتهم طلع له الزعام كيبقى بوحدو بلا خوتو وما بغاش يمشي للروض. راه غنسجلوا ان شاء الله غير بغيت شويه بشويه نمهد ليه باش يبدا يمشي هكا شويه بشويه ما تا ان شاء الله غيبدا يقرا ما غيبقاش جالس في الدار. دابا كيجلس تما كاين مسكين محجر كيبقى في القلب بقيتي بوحدك قنطتي حزين بغيتي خوتك وليتي قطه صافي الله يحفظك وين نجيك. انا قلت له جلس ما تنوضش قلت له جلس بلاصتك بحال هكا قلت لك كرم بلاصتك ما تنوضش باش ما تزلقش لان دايره تما ثاني كربه. وعاد البيت نعاسه هو البنات هزيت له الزربيه ديالو نفتها وخليته حتى هو تما كاينه حتى البنات درت له ثاني كربه حتى نجفو ان شاء الله عاد نرجع البنات نض كل حاجه الله ييسر. المهم صراحه الله على راحه فاش كتشمي ريحه ثاني كربه في الدار وكتحلي الشراجم وكتشمي داك الريحه ديال النقاوه يا اختي ما شهيتكم. يلا اللي باقا يلا عاكزه باقا بلاصتها فراشه باقا ما ناضتش تنوض يا اختي دير الحماس والنشاط. يلا نتوما معنا حيت انت حدايا سير الكوزين جالسه كتضحكي عليا زعما كاينه تلاش هادو شي حويجات البنات كون جمعتهم تصدقوهم في سبيل الله ما بقاوش يقد الدراري. ايوا اختي الصلاه خلاص دابا الصلاه الحمد لله يا اختي كتصبح عندي نقيه ما هز لها الهم حتى شي حاجه كنبقى مرتاحه. بقات لي غير هبه ها هي هنايا كلفتها بحاجه وحده قلت لها هبه انت غتكلفي بالماعن ديال الكوزينه. ها يا اختي راه باقا كتغسل فيهم سالتي ولا باقي يلا بديتي اختي انت هنايا. انا اللي عليا غادي نجفف ياكي وغادي نمشي يا اختي نفرش الزرابي ياكي وغنخلي لك انت الماعن نخليك انت الحمام تحكي اتفقنا. باش انا راه باقيين شي ديكورات ديال الصالون باقي ما جبدتهمش يا اختي استفتهم ومسحتهم ماشي انا نستفهم ثاني ونمسحهم ونجيو ياك قد باش نديرو ان شاء الله الغدا باش ملي يجيو خوتكم المدرسه يلقاو باذن الله الغديوه واجده. يلا ديماري يلا ديماري الفراري يلا تحركي. المهم البنات انتم معايا حتى نصايب ان شاء الله الشغيه ديال الدار ان شاء الله ديالنا كامل باذن الله. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. ها انتما البنات ضربتها للضرب تجفيف اختي بصاني كروه بجافيل الريحه طالعه يا سلام. خلاص الكوزنه جففت راه فرشت ليها زعما المونكيطات ولا الطابيات ديالها. المهم هما هادوك الطابي ديال الكوزينه وفرشنا حتى هو المونكيط يا اختي مابقاوش يدخلوا ليا وسناض لهم ويرودوا لي الدنيا. خلاص انتما كتشوفوا حتى البيت هو رجعت له الزربيه ديالو وادم راه هي اختي متكي كيتفرج في التلفازه مشبر التيليكوموند يا اختي مكرشخ مع راساتو. جات معاك عزيز الدوار جات معاك الناس كيقراو وانت جالس كتفرج
صافي وبغيت نعس هو البنات فرشت له الطابيات ديالو الله على راحه. دابا انا المهمه ديالي سالات، بقات غير هبه تما كانت اختي كتغسل في المعن باقا ما سالاتهمش، ودخلت حك الطواليط حاشاكم. انا شنو باقي ليا يا اختي نمشي ندير؟ انا نقول لكم شنو باقي ليا اختي نمشي ندير. الشغل ديالي اللي باقي ليا هو داك الكراطن اللي الهيهات ها هماك، غنمشي نجبدهم ان شاء الله، باش نجبد داك الديكورات البنات نمسحهم ونغسلهم ونرجع ان شاء الله كل حاجه لبلايصه. وديك الساعات نقولوا فينيتو تمارا فينيتو. الله الله يا اختي وسالينا وتسالينا ونجلس يا اختي نسطع على دامي. ولكن باقي لي الكوزينه ما نافق معاكم، ما خملتش داك التخميله ديال القلب اللي على بالي وبالكم بلاكارات داكشي نمسحها والثلاجه ان شاء الله. خلي اختي من بعد حتى نرتاح، الله غالب. هذا جهد الدار كنهضروا كنلهتو، حيت غير داك الديكورات نستفو ما نخليش داك الكوانات هكاك قرعين. وصافي البنات نكون ساليت نهبط الشريجمات، نمشي نهبط دابا داك الشرجم ديال بيت النعاس، نمشي نهبطو دابا لانه صافي غتبقى تدخل غير الغبره، فهمتوني. داك البلاكار ديال صوب اختي ما تصاوب ما حتى شي حاجه، داك الخشب ديالو ما كيتصاوبش. واش هو اللي الانسان بغى يخدم الخشب عند النجار، اما داك بي دي اف ولا الاف دي ام ولا باش سميت بابا كاع راه ما راه ما سلكش، راه كيتهرس صافي هكا كيبقى ما كيرجعش يتصلع. صافي نمشي نهبط اختي الشراجم باش الدنيا تبقى ليا مبرده وما تدخليش شي الغبره، وعاد داك الساعه نغسل الديكورات نتاوما معايا. وهنا يا اختي كما كتشوفوا اخيرا كملت ليا هبه داك الكوزنه وداك الماعن. المهم عاونتها شويه ضروري مسحت معاها قديت. المهم اهم حاجه بالنسبه ليا هي اللافابو خاوي، الرخامه خاويه، والشبكه د الماعن خاويه. شوفوا البنات فاش كتنقى الكوزينه سبحان الله العظيم عاد كتحسي براسك نقيتي الدار كامله. ملي كتكون الكوزينه مرونه الله يجعل ما تكون الدار كامله نقيه كتحسي بكل شيء مرون. سبحان الله دائما المركز ديال الدار والبؤره ديال تجمع الروينه والكركبه هي الكوزينه. الا كانت الكوزينه اختي مرونه هي اللي كترول لك الدار كامله، كانت الكوزينه نقيه راه كيجيك كل شيء سهل من بعد وكتلقاي حتى الحماس والنشاط. هنا البنات غادي يكون واحد الفيديو اخر سبيسيال دخلت لكم في هذه اللقطه هذه ديال الدراري فاش كيجيو من المدرسه، وغتردوا البال التصرفات ديال الوالد مع التصرفات ديال دعاء ان شاء الله يا ربي. وغادي ندير لكم عليهم فيديو سبيسيال خاص على كيفاش تتعاملوا مع ولادكم وتعلمهم كيفاش يعتمدوا على ريوسهم، انهم يبقاو يديو حويجاتهم من راسهم، صوابطهم من راسهم، سنداتهم من راسهم، وما يحمقوكمش انه يا اختي باش نبقاو حنا ملي كنفيقوا في الصباح وانتي كتهضري دير هادي فعل هادي ترك هادي، راه الحجره يا اختي كتسالى وما كيجي فين وصل داك الليل حتى الصوت ديالك كتحسي به بح خصوصا النوع اللي بحالي انايا، راه كاين بزاف د النساء بحالي. انا ما كنضربش ولاد البنات ولكن كنغوت، ما نافقش معاكم نقول لكم من داك الكيوت ومؤدبه. انا يا اختي لا انا ما كنضربهمش ولا اني كنغوت. يعني راه شي مرات راه الصوت ديالي ما عرفت فين كيوصل كيحمقوني وكنتعصب كنعطيها للغوات، ولكن ما كنضربش لان ما بغيتش نربي مع داك التربيه ديال العنف. ولكن كنغوت وكنهضر بزاف البنات، كنركز على داك دير انت هادي علاش ما درتيش شي هادي عندك عقوبه، وكتفكني يا اختي معهم غير داك العقوبه. ولكن شي مرات اختي منين كنتعصب حتى كنتعصب وكنجمع واحد الشهر ولا واحد الشهرين كما كنقولوا كيتجمعوا فيا الاعصاب، هذاك الساعه يا اختي الا شديت راه كنعطيها شي شحيطات. هذه التربيه ديالنا باش ما نافقش معاكم. وغندير لكم بنات فيديو خاص على هذا الشيء هذا، نبارطاجي معكم التجربه ديالي كيفاش كنتعامل مع ولدي الصغار، وغنبارطاجي معكم كذلك التجربه ديالي كيفاش كنتعامل مع بنتي في سن المراهقه عن تجربه خاصه. كيف العاده يا اختي سي ادم ما قدرش يصبر يا اختي بالجوع يسبقنا هو الاول في الطبيصيل ديالو. باش انا ملي نبغي نتغدى على خاطري ما بقاش عاد ماما عطيني وكليني كيبرطوني هكا ملي كنصدقو كياكل هو بوحدو هكا. والله انا ملي كنتهنى انا. المهم بالنسبه يا اختي للغديوه ما بارطاجيتش معكم غير سمحوا لي، درت غديوه اللي بسيطه هي تشعل على الخبز كيسخن. ولكن مع الاسف يا اختي تجربه صدقات ليا فاشله. درت واحد الكويميله هكا ديال البطاطا مع هكا كفيته كانت باقا عندي كويرات والبصيله. واش غنقول لكم واحد الريحه يا سلام، واحد البنه في داك البطاطا يا سلام. ولكن المشكل اللي وقع تما غتلاحظوا ما بقاتش يا اختي المريقه اصلا، راه فيها مطيشه محكوكه والبصله محكوكه من تحت لاصوص. عاد حطيت البنات الثومه والبصله ومطيشه بطبيعه الحال، عاد حطيت البنات هكا الدبيبره ديال البطاطا والبصله من الفوق والكفيته من الفوق جات كامله. يا سلام يا سلام، واحد الريحه اش غنقول لكم ما شهيتكم يا اختي حقكم في الجنه. ولكن غفلت عليها مع الدراري ملي جاو من المدرسه عاد بدلت لهم حوايجهم جمعت داكشي ديالهم راكم عارفين. المهم يا اختي وكحات المهم ما تحرقاتش غير وكحات. صافي دابا نحط لهم هكا دغيا يتغداو لان جاو من المدرسه فيهم الجوع. دابا اصلا كيخرجوا يا اختي مع كيخرجوا مع الوحده وثلث، قولي تقريبا الوحده ونص جوج قل ثلث تيكونوا هنايا في الدار. هذا هو الوقت ديال الغدا. غنحط لهم يا اختي يتغداو عاد داك الساعات نشوفوا يا اختي حنا شنو تابعنا. ها نتوما معايا.
ايوا البنات كيما شفتوا معايا تغدينا، جمعنا الكوزينه هكا، سكسفنا على الوضعيه كيف ما ديما، وارتحيت واحد شويه ورجعت خرجت البنات للهري. تقديت شي حوايج كانوا ناقصيني للدار. شحال هادي البنات ما تشاركت معكم المقادير ديال الدار، لانه بيني وبينكم من شحال ديما تقديت داكشي بحال اللي كنت كنتقدا. شحال دي كنت كنجيب مقاديه كامله وكنبارطاجي معكم داكشي ديال الشهر. دابا تقريبا هي واحد 3 شهور البنات ما بقيتش كنجيب كلشي هكا. مره كنجيب داكشي اللي انا محتاجاه واللي تسالى ليا على قد حاجتي فقط. المهم كل واحد كنقولوها دائما كيمشي على قد الجهد ديالو. بالنسبه للمقاديه ديال هذا الشهر هذا شنو خديت، راكم عارفين تابعنا شحال من حاجه اخرى. بلا ما ندخلوا في التفاصيل، الفهم يفهم. انا كنقول ما نلوموش بعضياتنا ولا نلتمسوا العذر لبعضياتنا، كل واحد داكشي اللي قدر الله راه كيديروا، يعني بعدنا ما نديروا بالتنمر، فهمتوني. مشيت اختي للهري. شنو جبت اهم حاجه هنايا عندي السنيده، هي ضروريه. والسكر هذا راه كنجيبو البنات كيدوز ليا شهرين. جبت كاخه ديال السكر. وشنو جبت كذلك البنات بالنسبه للمواد التنظيف، هانتوما تلاحظوا هنايا دابا مع شد التليفون بيدو كنصور بيد، غير سمحوا لي. كراطه، لان الكراطه ديالنا تهرست، وهذه مع الاسف ماشي بحال الاخرى اللي انا كنت خديت. هذيك اللي كنت خديت من المعرض ديال فضاء الحداد كانت واقيلا شي 10 دراهم حتى هي، لما كنظن ولا 5 دراهم، ما بقيتش عاقله. ولكن التكريطه ديالها زويونه. كتنشف، ولكن السلبي هو انها رقيقه ودغيا كتهرس، فدغيا تهرست لينا ما صبراتش. داكشي علاش جبت اختي هاد الكراطه هذه من عند مول الهري. وجبت البنات هذا ديال الماعن، هاد القرعه هذا ديال اوني، هذا ماكسيس ماشي اوني. المهم كي اوني كي ماكسيس، الله يرزق الصحه والعافيه. جبت البنات هاد صاني كرواغي ديال العبار، هذا نص سيترو. وجبت كذلك يطرو ديال العقده جافيل غير ديال العبار. وقرعه ديال كادوم هكا متوسطه. هادو ما يخصنا هو التنظيف. انتما كتشوفوا قرعه ديال الشامبان حتى هي هكا، ماشي صغيره ماشي كبيره، دي متوسطه. وعندي هنا 3 دراهم ديال الصابون البلدي بالنسبه للحمام. تما ما هو التنظيف. بالنسبه للساك الاخر هنايا شنو جبت فيها البنات، ما بقيتش كنجيب الشكلاط للدراري، صافي دابا ممنوع منعا كليا انني ندخل الشكلاط للدار على حساب السقاطه وداكشي. حيدت لهم الشكلاط صافي، قلعتو ليهم في خطره. وتا داك المعلبات البنات صافي بديت كنزول، بديت كنحاول ناخذ غير الضروري. فاش جبت لهم هاد املو عوض الشكلاط ديال كاوكاو. هانتوما هذا زويون كناخذ اصلا تيعجبهم. هذا املو بالفول السوداني. جبت لهم هاد القريعه هذه ديال نص كيلو. وجبت مطيشه ديال الحك، ما بقاتليش الطماطم المركزه على حساب لي باط وعلى حساب الحريره وهداك الشيء كامل ديال لي صوص. وجبت هنايا البنات عندي 3 كيلو ديال السميده ديال الحرشه، هذه كنحتاجها بزاف. سميده الحرشه كندير بها الحرشه، كندير بها داك المخنفر، كندير بها البغرير، كندير بها شحال من حاجه. هذه خاصها تكون ضروري عندي في الدار، فجبت منها 3 كيلو تمايا. وشنو عندي هنايا كذلك البنات، عندي نص كيلو، هذا نص كيلو ديال الرز، لا كيلو كنظن، كيلو ماشي نص كيلو. جبت كيلو ديال الرز الصفر هكا باش الا بغيت نطيبو هكا للدري للعشاء اولا هكا للغدا. وعندي كذلك كيلو ديال المكرونيه هاد الطويله هذه، وكيلو من هاد الصغيوره هذه حتى هي. وصافي. شوف انا هنا قلت جوج ديال الفاني، هو عطاني جوج ديال الخمارات. دابا خصني ضروري نرجع نبدلهم. انا خماره باقا عندنا الفاني اللي ما كانش بقى ليا، وما عندي فيه حتى حبه ديال الفاني في الدار كدور. دابا هذا اللي كيخصني ضروري نرجع نبدلو عند مول الهري. وصافي. شنو باقي هنا، يسمحوا لي على التصوير وصافي، لحقاش كنصور بيد داكشي علاش. عندي هنايا باكيه ديال الاتاي الكبير، يعني الضروري هو اتاي والسكر وسنيده، هادو اساسيات. وصافي داكشي الاخر ما جبتش البنات القطنيه، ما جبتش حمص، عدس، لوبيا، فول، داكشي كامل ما جبتوش. لي بات جبت البنات غير المكرونيه والطويله وداك المجعبه. والرز كافيني كما قلت لكم. هذه هي المقادير ديال هذا الشهر هذا. الزيت ما جبتوش لانه باقي لي شي حاجه ديال الزيت نديباني بها ان شاء الله يا ربي. تيد الماكينه حتى هو باقي لي ما جبتوش. شنو اخر كان باقي لي ما جبتش، عطريه حتى هي باقي لي الحمد لله من العيد كبير حتى هي ما جبتهاش. الحمص باقي عندي شويه مفزك، والعدس باقي عندي شويه مفزك، يعني داكشي علاش قلت نديباني بداكشي اللي عندي. الا تسالوا لي داك الساعات ونجيب هكا قياسي اللي انا باغا. المهم بالنسبه لي الاساسيات اللي ما عنديش في الدار واقفه عليهم هما هادو. صافي غادي نستف هذا الشيء هذا كل حاجه بلايصتها، ونشوفوا يا اختي شنو غادي نديروا للكوتي. هانتوما معايا باش غنحيد البنات عليا الروينه. كما كنقول لها تؤجل العمل اليومي الى غد، خصوصا في ايامات المدرسه راه كيكون علينا واحد الضغط، ولا شديتي غير واحد الحاجه ما درتيهاش في وقتها راه مشات تسقي عليها اليوم غدا، اليوم غدا، وغتزيد عليها حاجه اخرى كتولي روينه اخرى. فداكشي كننصحكم دائما بتنظيم الاولويات، وانكم ما تاجلوش الحوايج اللي خاصهم ضروري يداروا.
وتخليهم لوقت اخر، لانكم ما غاديش تلقاو ليهم الوقت وسط هاد الضغوطات اللي ولينا كنعيشوا. المهم الله يحسن لينا العوان يا رب العالمين. اختي ملي كنفيقوا في الصباح حنا كنجريو وكيوصل الليل وانت خصك تقاتلي مع الدراري باش ينعسوا في الوقت، باش يلاه هكا تفيقيهم لغد ليه في الصباح. كيكون واحد ستريس وواحد الضغط وواحد التعب علينا كبير حنا الامهات في هذا الوقت. فالله يجعل لك ميزان الحسنات ويقدرنا يا رب العالمين. هنا البنات بقيت كنستف هكا الصخيره ديالي كما قلت لكم، لان مشيت حطيتها في البلاكار او خليتها مجموعه في القفه تما قاعده عاوتاني تما كاينه تشوف حتى امتى. جبرت داك السطوله ديالي هكا اللي كنستف فيهم المقديه، ضربت ليهم مسحه البنات وبديت كنستف. وبالنسبه للاخوات اللي تقولي بتسامحي لي هاد السطوله ديال الزجاج راه ماشي صحيين ماشي هادي البنات، راه انا ما نقدرش ندير الزجاج خصوصا انه عندي الدراري الصغار وانني هبه كتمشي تهزها هي. شي مرات كيمشيو دريها كيهزوا الزجاج الله يستر الا مشات تهرس اختي وطاح راه مشى. لا لا الله يستر ادي في الصحه. وداك المقاديه اللي غتكون فيه حتى هي الله يستر غتسيب وتضيع، لان بطبيعه الحال الزجاج راه معيشين اللعب ماشي بحال البلاستيك. راه شحال من مره البنات كتشي هبه كتبغي مثلا تهز سطل ديال لي باط ولا ديال المقارونيه كيتكركب ليها، كتكون الارض نقيه يا اختي، كتهزي داك المقارونيه كترجعيها للسطل ومريضنا ما عنده باس. من بعد راه كتنقى وكتغسل عادي. كون كندير الزاج يا اختي الله يستر ادي ليا البنت وداك القضيه حتى هي تضيعي فيها وراه كلشي ولا غالي، يعني ماشي وقت اللعب هذا. فانا كنقول انهم ماشي يديا بوحدي، يعني ماشي انا اللي كنمشي نهز وندير كلشي. طبيعه الحال الدراري معايا في الدار. داكشي علاش تفضلت هاد السطول ديال الميكا. وباش غنقول لكم البنات عندي شي قرايه ديال الزجاج ياكو، وكنت كندير واحد قرعه زاج كنت كندير فيها يا ربي تبتني على الشهاده كنظن واقيلا العدس. قرعه زاج كانوا عندي طوالين دوك تهرسوا مشاو ما بقى منهم حتى شي حاجه. باش كنقول لكم داكشي ماشي عملي، وملي كيتهرسوا كتسيبيهم داكشي بداكشي اللي فيهم. وكانوا يا البنات كيديروا لي داك البرغوث اولا داك الكوب السوسه. شديت البنات جربت ورق سيدنا موسى، ما يكتبش لكم الكاذب. جربت ورق سيدنا موسى، جربت البزار، جربت الحار مزاود يابس، جربت البنات المزاود وورق سيدنا موسى هو الحار. شنو اخر يا ربي رجعت جربت الملحه الحيه حتى هي درتها البنات والو. شوفوا اللي عنده الرطوبه في الدار واللي عنده العموله في الدار لا اله الا الله محمد رسول الله. انا بعدا راه تقرات علاش هاد الشهر اصلا ماشي تشادنات بزاف، لانه اصلا في البرد البنات كتولي يعني داك السوسه بزاف هاد المواد الغذائيه وكيضيعوا ليا. داكشي قررت انه عوض ما نبقى نجيب اختي الحاجه ونضيعها ونسيبها، اللهم نجيب بالكيلو اولا بنص كيلو حتى تسالى ونرجع نجيب، لانه اصلا مبقيتش كنتقدى بزاف. فانا لقيت بالنسبه لي البنات هذا هو احسن حل. ايوا كما شفتوا معايا البنات صفت المقادير، رجعت كل حاجه للبلايصه هكا وقدت لهم الطبله ديال الكوتي، عمرت براد اتاي اختي بالعشوب وحطيت لهم داك املو اللي جبت والفرماج وكوفيتير. هادو المملحات كانوا عندي شحال هادي ما كيبغوش ياكلوا، راه كناكلهم غير انا لانهم ما عجبوهمش. هما الحاجه اللي هكا ناقصه حلاوه كاع ما كتعجبهم. حتى هاد البسكوي ما كيبغوش ياكلوا، داكشي علاش بقى عندي. ولكن انا كيحمق ديال انا لعب على هبه كيعجبنا علاش انه فيه المذاق ديال الكوك وناقص السكر ديال الريجيم. صافي هادشي اللي كاين البنات. حطيت لهم هكا الطبيله ديال الكوتي اللهم اديمها النعمه وفضها من الزوال. وفي نفس الوقت غتلاحظوا معايا هنايا رانا دايره يا اختي المقارونيه الصغيره تسلق، نزلتها هكا في الطنجره مع شويه ديال الزيت والملحه باش هكا نسالي بد ما هكا سالينا الكوتي. وهذاك نصاوب العشيوه ديالي في خطره ونجمع الكوزنه في خطره ويبقى لهم هكا باش يتعشاو وينعشوا ان شاء الله بكري ينعشوا. ويلي لا ينعشوا يتعشاو وينعشوا يتعشاو وينعسوا يا اختي بكري على حساب غدا المدرسه غينوضوا ان شاء الله بكري مع 8. المهم يا اختي حنا ناكلوا عاد داك الساعه نشوف شنو غادي نديروا. كنحاول نبارطاجي معكم داكشي كما قلت لكم كيف ما هو بالواقع بلا عياقه بلا بروتوكول، داكشي اللي قسم الله. الحمد لله الشكر لله الله يخلينا على صباغتنا ديما ويحشرنا مع الدراوش بحالنا يا رب العالمين. هانتوما البنات انا خليت الدراري تما كاينات كيتعشاو باش يمشيو ينعسوا غدا على حسب المدرسه ديالهم، وما بارطاجيتش معكم كلشي باش ما يجيش هذا الفيديو هذا طويل، لانه اصلا دابا صورت لكم النهير ديالي كان فيه شلا ما يدار. ما بغيتش نطولوا اكثر من هكا بعجاله، بغيت نبارطاجي معكم غير الديكورات لاني استفتهم صافي البنات غسلتهم مسحتهم قاديتهم في بلايصهم. ولكن يا اختي يا فرحه ما تمت. هادو هما اللي بقاو عند البنات مزيانين، اما ما تبقى الشيء الاخر كلشي تصدى كلشي تهرس. وعاد هذا الا قربت لكم ليه غتشوفوه مزيان ان حتى هي البنات تهرست ليا مع الاسف. ها هي باش نبان شي في المرايه ترست من لهنا والطرطقات البنات من هنايا حتى هي تهرست. شفتوا الزهر غادي ما بقى فيا الحال. داك الشمعات اللي كانوا عندي تما حمرين البنات حتى هما ما بقاوش عندي، لقيتهم مهرسين. ومع الاسف داك الشمع الاحمر الطويل ما كنلقاش كيتباع في المغرب هنا نهائيا. فغادي هذا هو الركن اللي عند البنات فيه الديكورات مقادين زويونين سبحان الله العظيم. داك العويدات ديال المعطر تما داك القلعه اخوات ما بقاوش عندها العويدات ديالها المهم انا باقي ناقص، ولكن ان شاء الله ربي يسهل ونقاد المسائل. بالنسبه لداك الكوالي راه غير مرقعه وصافي، لان داكشي انا ديجا كنت غير صابغاهم
كتغيرهم بالذهبي، ومع المده داك الصباغه بالذهبي كترجع بحال النحاسي، بحال داك اللون ماشي زويون صراحه. داكشي كامل تما ما مزيونش، يعني بحال غير رقعت صافي ما خليتهمش خاويين. ان شاء الله من بعد يسهل ربي ونلقى شي ديكورات ان شاء الله زويونين للصاله باذن الله يا رب العالمين. المهم حنا كنترجاو سيدي ربي كلشي قريب عنده. بالنسبه ليا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما غاديش نزيد نطول عليكم اكثر من هكا. غنقول لكم البنات تهلاو وريا في راسكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم روتين اخر مع بعضياتنا. اختكم صافي اليوم عيات سالات تساليت النيت صرا، ساليت النهار وساليته معكم وتساليت النيت. غنمشي هاد البنات صافي دابا غادي نمشي نعس حتى الغدا ان شاء الله باذن الله. يلا تهلاو في راسكم، لا تنسوا اني احبكم في الله حبا كثيرا. ولا نسات ليا اختي اللايك ديرها واحد اللايك البنات وتعليق زويون فضلا وليس امرا. الله يجعل في ميزان حسناتكم. احبكم في الله حبا كثيرا. مع السلامه.